من دروجبا وقطع دروجبا، عدى ومر الكوره دروجبا وعرفه حطها حلوه لعرفه وكره خطر عرفه جوه الجول عرفه السيد في الدقيقه كام؟ في الدقيقه 39 من بدايه احداث الشوط الاول. هدف التقدم لفريق الجونه، عملها ولقاها وبمهارته اداها وفي المرمى وداها والشبكه وداها اللاعب عرفه السيد مهاجم فريق الجونه في الدقيقه كام؟ في الدقيقه 39 من بدايه احداث الشوط الاول. 1 الجونه لا شيء المحله، لكن دروجبا يا جماعه، دروجبا هو اللي قطع الكوره، دروجبا هو صانع الكوره، هو صانع الهدف، اللاعب احمد حسن دروجبا ومن سجل. عادل مصطفى بيلعب هنا لكريم الضو، عدى ومر واثنين، عرفه وكريم وسامح وكريم بيلعب لعرفه جوه الجول هدف قاتل في وقت قاتل من عرفه السيد، عرفه السيد الهدف الثاني لفريق الجونه. لكن والله فريق المحله يستحق شهاده تقدير النهارده يا جماعه. اي نعم الجونه سجل الهدف الثاني خلاص في الثواني الاخيره وبالتاكيد كده حسم اللقاء، ولكن جهد كبير لهذا المدير الفني اليوم الدوماني، جهد كبير للجهاز الفني للمحله، جهد كبير للاعبي المحله ولاعبي الجونه النهارده. جون ثاني، هدف ثاني في وقت قاتل. طبعا قلت لحضراتكم الهجمات المرتده للجونه هتفرق كتير يا جماعه. كريم الضو ما طمعش الراجل في الكوره، لعبها لعرفه السيد اللي سجل الهدف الثاني للجونه والهدف الثاني ليه النهارده.